السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دي مستورة يفاجئ الجميع بمستندات ووثائق رسمية تؤكد انتهاك المغرب للمواثيق والقواعد الدولية وارتكاب مخالفات واضحة في الصحراء الغربية بحق شعبه، والتعنت الواضح من قبل النظام المغربي في تسوية النزاع الصحراوي واشتراط شروط لا قيمة له، ويؤكد بأن الجزائر تسعى دائما لحل النزاع حول الصحراء الغربية وما يجب أن يتم التفاوض عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو. لذلك عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الإحاطة التي قدمها إلكسندر إيفانكو رئيس بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة من أجل حفظ السلام في الصحراء الغربية. وتشير التقارير إلى أن الإحاطة شملت آخر التطورات في نزاع الصحراء الغربية، بما في ذلك التحديات التي تعرقل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع المستمر منذ عقود. جاء ذلك استجابة لإحاطة من مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي مستورة، بعدما التقى في ذلك الإطار بمسؤولين من المغرب والجزائر، فضلا عن ممثلين عن جبهة البوليساريو الانفصالية. وكان آخر اجتماع لدي مستورة مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك، أكد من خلاله على موقف الجزائر الراسخ في التنصل من مسؤوليتها في نزاع الصحراء الغربية، ورفض الجزائر الدائم لأحدث قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، وحثها مرارا وتكرارا على إجراء استفتاء لتقرير المصير وإلغاء خطة الحكم الذاتي المغربي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.